الحريره خصها تكون هي لا بالنسبه للانسان البسيط ولا بالنسبه للانسان الغني، لان المكونات ديالها هما بحال بحال. الا خرج الانسان على المواد الطبيعيه في التوجد ديال الحريره راه غير تيضر صحته، لان احسن حاجه هي المواد الطبيعيه النباتيه في الحريره، وهي احسن طريقه باش نبداو بها الهضم ديالنا في رمضان على معده فارغه. هادو هما المواد الاساسيه ديال الحريره وشنو خصو يكون فيها. عندنا القزبر، معدنوس، سكينجبير خضر، بصله، مطيشه، الكرافس. هادو معادن، الياف، فيتامينات. عندنا البروتينات النباتيه طبيعيه، فيها العدس، الحمص، الجلبانه خضراء. هادو تهما فيهم فيتامينات، تهما فيهم معادن، حتى تهما فيهم الياف. هذه هي الحريره سواء كانت للغني او للفقير. هذه هي الحريره اللي خص الانسان يشربها في رمضان على معده فارغه. باش غادي نسموها بمجموعه من الاعشاب الطبيعيه كذلك. غادي نضيفوا شويه ديال الكركم وشويه ديال الابزار. غادي نوضعوا هاد المقادير كلها في طنجره. انا غادي نستعمل طنجره ديال الضغط، غنستعمل طنجره ديال الضغط لان طنجره ديال كهربائيه. هاد المكونات غادي نقطعهم غير كبار بحال هكايا، لانني من بعد غادي نطحنهم. غاديش نحتاج نقطع هاد الشيء رقيق. باش ملي نطحنو ما نقضيش عليه بمره، يبقاو الاجزاء ديالو باينين. الطبخ الصحي هو طبخ سهل. راه ملي تنعقدوا الطبخ هي فاش تنمرضوه، اما الطبخ الصحي هو طبخ سهل. غادي نضيف التنسيمات. غنضيف التنسيمات هنايا. هاد التنسيمه هادي ايطاليان سيزونين اولا الاعشاب الايطاليه، وما ما فيهاش شي حاجه غريبه على البلدان الاخرين. فيها المارجوران اللي هي مرد الدوش، فيها الاوريغانو اللي هي الزعتر، فيها الثايم اللي هو الزعتره، روزماري اكليل الجبل، فيها البيزل هو الحبق، وفيها السيج هو المريميه. فيها 6 ديال الاعشاب طبيعيه. هذه غادي نستعمل منها هذه غنستعمل منها معلقه عامره باش نسم الحريره ديالي. غادي نضيف كذلك شويه ديال البزار، ماشي بزاف لان الحريره ما تتحملش البزار، غير نص معلقه صغيره، لان الحريره تيحررها البزار بزاف. هذا هنايا غادي نضيف كذلك واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم،
جمعت المكونات ديالي كاملين هنايا. دابا تيبقى الملح حسب الذوق. ممكن الانسان الا عنده لا طونسيون ولا عنده مشاكل مع الملحه ما يزيدش الملحه نهائيا، وممكن الانسان اللي ما عنده مشكل مع الملحه راه يضيف الملح. غادي نضيف شويه ديال الملحه. انا اصلا ما تنديرش الملحه بزاف، تندير ناقص ملحه. دابا غادي نغطي عليه على هاد المكونات هادو بالماء. معايا نغطيهم بالماء صافي، وغادي نردهم يطيبوا. هنا بالكوكوط الكهربائيه غادي ندير لهم 20 دقيقه. غندير لهم 20 دقيقه باش ما يترونوش مزيان، باش ما يطيبوش فوق القياس. يطيبوا ولكن ما يطيبوش فوق القياس. من بعد ما طاب الخليط ديال الحريره وخليته برد لمده نصف ساعه تقريبا، مده ساعه تقريبا. دابا غادي نحل عليه وغادي ندوزو في الطاحونه. هاي يلاه دافي، غادي ندوزو في الطاحونه. بطبيعه الحال عندي الكميه كبيره هنايا، غادي نديرو على مراحل، على مرحلتين. ما نطحنوش بزاف حتى هذا، نخليه شويه، ما نطحنش بزاف. الحريره ديالي ها هي واجده دابا. هاي غادي نحتاج لها لا طحين لا والو، ما غنحتاج لهاش الطحين، لان ما خصناش نديرو الدقيق في الحريره، لان تناكلوا المعجنات مع الفطور. ما خصناش نضيفوا الطحين حتى في الحريره. دابا الخلطه اللي درت معكم في فيديو سابق ها هي، غادي ناخذ معلقه منها وغادي نضيفها للحريره ديالي. ها هي. وما ننساش رانا ما درتش الزيت، ماشي حيت نسيتو الزيت. زيت البلديه غادي نضيف 2 معالق ديال الزيت البلديه. علاش؟ لان زيت البلديه ما خصهاش طيب، باش تكون صحيه ما خصهاش طيب. غادي نضيف 2 معالق ديال زيت العود اولا زيت الزيتون للحريره ديالي. ها 2 معالق كافيين. والحريره ديالي ها هي واجده رائعه في المذاق وصحيه وطبيعيه، معمرها هذه تضرنا في المعده. هنا دابا باش نحمضها شي شويه عندي الاختيار ما بين نزيد فيها الابل جوس اولا الابل سايدر فينيغر اللي هو خل التفاح. نضيف ليها معلقه ديال خل التفاح باش نحمضها شي شويه ونجعلها تكون خفيفه في الهضم اكثر. ها هي. اولا الا ما عنديش الخل ديال التفاح
نقدر نعصر فيها شويه ديال الحامض. تنديروهم بجوج، مهم جدا، راه مهم جدا نديروهم بجوج. نديرو شويه ديال الحامض وشويه ديال خل التفاح. غادي ندير معكم شويه في الزلافه ديال الدجاج باش تبان لكم. هاي من اجود ما يكون. رائعه رائعه. ها هي الحريره بلا طحين، بلا مايزينا، بلا معجنات، بلا حتى شي حاجه. نتمنى الفيديو يعجبكم وتعتمدوا الحريره وتنفعكم. رمضان مبارك سعيد وتهلاو في راسكم.